رسميا ريال مدريد تعلن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد، لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق الميرينجي فضلا ليس أمرا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. كشفت تقارير صحفي أن الفرنسي زين الدين زيدان عاد من جديد كخيار تدريبي لفريق ريال مدريد لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي. ومنذ رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد انتظر المدرب بصبر كبير رحيل مواطنه ديدي ديشامب عن تدريب منتخب فرنسا ليحل محله، قبل أن يقوم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتمديد عقد المدير الفني للديوك مؤخرا حتى عام 2026. وغادر زيدان ريال مدريد في مايو 2021 ليبقى بلا نادي منذ ذلك الوقت، لكنه يريد حاليا استكمال مسيرته التدريبية مرة أخرى، غير أنه رفض وفقا للتقارير عروضا من العديد من الأندية بما في ذلك باريس سان جيرمان الفرنسي. ووفقا لما كشفته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن أبواب ريال مدريد مفتوحة لزيدان للعودة متى شاء، مشيرة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي سيجد أي طريقة لإعادة لم الشمل مرة أخرى مع أسطورة الميرينج كلاعب وكمدرب. وأضافت الصحيفة أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي يشعر بحالة من القلق، مؤكدة إذ لم يفز بإلاقه في نهاية الموسم فستتم إقالته قبل عام من نهاية عقده، وسيكون زين الدين زيدان هو البديل المحتمل والمرشح والمفضل للعودة إلى مقاعد بدلاء سانتياغو برنابيو. وأوضحت أن ريال مدريد يمكن أن يحقق تطلعات المدرب الفرنسي، كونه يعرف فلسفة النادي جيدا ويجيد التعامل مع غرفة الملابس، كما أنه يحظى بالاحترام من قبل اللاعبين.